الاصل وصل يابا. اديك اماره ماشي. شوف زي ويليز على الاستيريو ليتس جو. فكك مني يا اسطى بلا هبل بلا ناتش. اللي وقف في سكتي اصلا ما اتخلقش، واللي قال لي مش هبلغ قيمتي اصلا ما بلغش. دخلت المجزره طلعت بولا بصمه ولا خدش. انا كنت في هانج اوفر كل بيبان خوفك، كسرت اهو قلبت الرنج على اللي كان هو. جالي نور ضلمه جوه منك مهما كان لونك، اللي في عينك هيحكي لي كله مهما كان دوب. تلاشيت اختفيت في السراب، كانوا فين من الليل والضباب لما بقيت في لا شيء في دمار. بس انا صحيت انا نجيت من النار. Man I'm back I'm raising them all for the sake of the game and the law. تلاشيت اختفيت في السراب، من تاني جيت انا نجيت ولا بساومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. شرح النهارده بقى عبارة عن طريقة حظر ارقام واتساب بالعكس طبعا. فقبل ما نخش في الشرح، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار على طول. طبعا في ناس كتير عارفة يعني عكس، وفي ناس كتيرة برضو مش عارفة يعني عكس. فايه المهم بقى، الناس اللي عارفة يعني عكس وداخلة عشان تاخد البند على طول. فبص يا قلب اخوك، دلوقتي البند ده بباسورد مكون من 4 ارقام، هو ده رقمين في رقمين. فانت لازم تسمع الشرح من الاول للاخر برضو عشان تعرف الباسورد بتاع البند ده، تمام؟ والناس بقى اللي مش عارفه يعني ايه عكس وكده، فانت يا قلب اخوك دلوقتي كل اللي عليك ان انت تسمع الشرح من الاول للاخر عشان تقدر ان انت تطير ارقام وتفهم يعني عكس، تمام كده؟ وقبل ما نخش في الشرح، عاوز اعرفك ان انا عامل كورس لتعليم الحظ الارقام. الكورس ده بعلمك فيه ازاي تقدر تطير اي رقم بكل سهوله، بنزلك فيه كل يوم بندات جديده، وعلمك فيه ازاي تقدر تطير ولو انت محتاج اي حاجه فبعلمك كل اللي انت محتاجه. ودلوقتي لو انت عاوز تعرف تفاصيل عن الكورس ده، فانت ممكن تخش على الواتساب عندي او على اليوزر بتاع التليجرام عندي، واخش اعرفك كل حاجه موجوده في الكورس ده وبعلمك موجود فيه ايه بالظبط، تمام كده؟ ويلا نخش على الشرح بتاعه. اول حاجه دلوقتي قلب هوك، الناس اللي مش عارفه يعني ايه عكس. اول حاجه نسخه العكس ديت انا هنزلها في قناه التليجرام. قناه التليجرام هتلاقيها في الوصف بتاع الفيديو ده. هتخش على قناه التليجرام هتلاقي نسخه العكس موجوده فيها. هتثبت نسخه العكس وتحط فيها اي رقم معدل فيك يعني، تمام؟ بعدين هتفتح معانا بالشكل ده كده، قشطه. اول حاجه هنعملها ان احنا نضغط على الثلاث نقط دول، وبعدين هنيجي هنا عند كلمه اضافه ديت، وبعدين هنيجي هنا عند كلمه الحمايه والخصوصيه، وبعدين هنيجي هنا عند كلمة عكس الرسائل. ده كده احنا بنعكس في الرسائل. يعني انت مثلا لو جيت هنا وبعت على اي رسالة لأي شخص، هتيجي على اساس ان هو اللي بعتها، تمام كده؟ فدلوقتي ده الرقم اللي احنا هنطيره اهوت، ده الرقم اللي احنا هنطيره، الرقم ده اخره 20، تمام؟ وكل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنيجي هنا على النمبر ده، وهنقوم واخدين النمبر ده نسخ بالشكل ده. ثانية كده، هناخد النمبر ده نسخ، ده النمبر العكس اللي احنا هنعكس بيه. وهنيجي هنا مثلا نبعت رسالة للنمبر العكس من الرقم اللي احنا هنطيره، تمام كده؟ مثلا نبعت نقطة بالشكل ده كده. موجود بداية شات في الشكل هنا كده، موجود بداية شات كده، تمام كده؟ كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا البند العكس اللي احنا هنستخدمه، ده البند العكس اللي احنا هنستخدمه، تمام كده؟ البند ده زي ما انا قلت لكم مكون من باسورد. الباسورد ده مكون من 4 ارقام. خد اول رقمين هيبقى 22، تمام كده؟ هناخد البند ده نسخ، وهنيجي نعكس بقى. يعني دلوقتي احنا هناخد النمبر اللي احنا هنطيره اللي هو اخره 80 ده، اللي هو اخره 20 قصدي، وهنحط البند العكس بتاعنا كده، وهنحط النمبر اللي هو اخره 20. ده كده احنا عكسنا النمبر اللي احنا عاوزين نطيره. كده احنا عكسنا على النمبر اللي احنا عاوزين نطيره. فاحنا عشان اللينك ده يظهر معانا نقوم قافلين العكس بالشكل ده. نيجي هنا نقفل العكس، ونبعت نقطة كده، او نبعت مثلا نرد على الشات كده. اللينك ظهر معانا. فكل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هناخد النمبر ده عليه قبل بالشكل ده كده، هناخد على النمبر ده قبل، وهنيجي هنا نعمل بالظبط حوالي 10 ابلاغات بالبند ده. 1 2 3
او خليها 5 عد البند لسه جديد فهيطير على طول. 4 5. وهنيجي من جوه برضو نعمل بالظبط 5 ابلاغات. 1 2 3 4 5. واخر ابلاغ هنعمله مثلا بالحظر بتاع، يعني هنحظر الرقم يعني فل كده. ونيجي هنا ناخد على الرقم بعد برضه، وزي ما انت شايف قلب اهو كده الرقم اتحذر بطريقة سهلة وبسيطة، انحذر معانا في 5 ابلاغات بس. قشطة. واخر رقمين في الباص هيبقى 30. ودي طريقة العكس الصحيحة. اول حاجة اللي انت بتعملها ان انت بتبعت مثلا نقطة للرقم بالشكل ده، واول ما يرد عليك بتقوم عاكس عليه، ان انت البند اللي هو معاك بتقوم عاكس عليه بالشكل ده، بتحط الرقم في الاخر كده، وبتعمل حوالي 5 ابلاغات. لو البند ده قوي هيطيره معاك على طول، ولو مش قوي وضعيف او محروق فهيبقى صعب ان هو يطير. بعد ان انت تبعت نقطة وبعدين تعمل عليه وهو يرد عليك وتحط البند بتاعك كده، وتقوم داخل قافل زرار العكس، وتبدأ ان انت تعمل ابلاغات بالظبط 5 ابلاغات هنا و5 ابلاغات جوه، وهيطير معاك بكل سهولة ومفيش اي حاجة تقف معاك. ولو انت برضه عاوز تشتري بند جديد، او لو عاوز بند يكون سليم او كل حاجة، ممكن تخش تكلمني على الواتساب او تخش تكلمني على التليجرام وارد عليك واديك بند قوي ويطير معاك على طول. وبس كده البحوك، هو ده الشرح بتاع النهارده. متنساش لو انت لسه مشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار على طول. وسلام.